هي ليلة وحدة ما شربتش فيها العصير اللي كان كيجيبوا لي راجلي قبل ما نعس، وداكشي اللي شفت من بعد خلاني كنتمنى لو انني شربت ديك الكاس ونعست بحال كل ليلة. باش تعرفوا علاش كان مهم عند راجلي انه ينعسني، خاصني نرجع بكم للبداية. السلام عليكم، انا اسمي سلمى، تربيت في دار بسيطة، ما كناش ميسورين ولكن كنا الحمد لله مستورين. من بعد ما كملت القراية ديالي مشيت عند خالتي حليمة اللي كانت ساكنة في المدينة. كان خاصني نبدل غير الجو شوية ونفتش على شي خدمة اللي نبني بها المستقبل ديالي. واحد النهار وانا مع خالتي جات جلست حدايا وقالت لي: سلمى، كاين واحد ولد الناس اللي شافك وعجبتيه وبغاك للحلال. تفاجأت صراحة، حيت اصلا الزواج ما عمره كان في بالي، ولكن ملي بدات كتعاود عليا على هاد الولد صراحة عجبني. الولد من عائلة معروفة، خدام وترونكيل، والناس كاملين كيشهدوا عليه بالخير. السيد اسمه عادل، هاد الاسم اللي ما كنتش عارفة انه غادي يولي من بعد مرتبط بأسوأ ليلة في حياتي. دازت الامور بالزربة، تلاقينا في وجود العائلة، هدرنا، وفعلا بان لي انه انسان محترم، لا تصرف خايب لا كلام زايد، السيد رزين الادب والصواب. وحتى الوالد ديالي ملي تقسى عليه كلشي كان كيقولو بلي راه ولد الناس. صليت استخارة، وافقت وتزوجنا. اول سنوات الزواج كانوا هادئين، عادل كان كيتعامل معايا مزيان، وانا كنت كنحاول نبني داري ونعيش حياتي. ومن بعد ربي رزقنا بجوج وليدات، ولد وبنت، وبالنسبه لي كان عندي كل شيء، راجلي ولادي وداري، وكنت ديما كنقول الحمد لله. ولكن بعض المرات الكارثة كتكون قريبة منك بزاف وانتينا آخر واحد كيشوفها. دازت سنوات بخير وعلى خير، حتى لواحد النهار وأنا جالسة تليفون كيصوني. جاوبت، وكان الخبر اللي قلب حياتنا: عادل تعرض لحادثة في الخدمة. مشيت كنجري للكلينيك وأنا مرفوعة. ملي دخلت عليه جبرته فوق الفراش، الأجهزة دايرة به. الطبيب طمني أن حياته ماشي في خطر، ولكن الإصابة كانت قوية، وباللي خصو وقت طويل باش يرجع يوقف ويمشي مزيان. من داك النهار حياتي كاملة وقفت غير عليه. كنت كنعاونو يلبس، نعطيه الدواء ديالو، نوقف معاه باش يمشي خطوات قليلة. كانت صراحة أيام صعيبة، ولكن عمري ما شكيت. كنت ديما كنقول هذا رجلي والأب ديال وليداتي، خاصني ضروري نوقف معاه. دازو الشهورة حتى النهار وقف بوحدو، بكيت بالفرحة وقلت الحمد لله المحنة دازت. ولكن للأسف المحنة الحقيقية عاد غادي تبدا. الحمد لله الشركة عوضته على الحادث بواحد المبلغ اللي مهم. فجأة تبدلت حياتنا المادية، صلحنا دارنا وشرينا حوايج كنا ديما كنأجلوهم. قلت في نفسي الحمد لله، من بعد هاد العذاب كامل اللي دوزنا أخيرا غادي نرتاحو. ولكن مع الفلوس عادل بدا كيتبدل. في الأول بانوا فيه تغييرات بسيطة، لباسو بدا كيتبدل، الراجل ولا كيشري عطورات غالية وكيخرج بزاف، والمبرر ديالو هو أنه كيقول بغيت نعيش حياتي شوية، راني دوزت من تجربة الموت. كنت كنقول في نفسي عنده الحق، ولكن هو ما كانش كيعوض الوقت اللي ضاعلو، كانت شي حاجة أخرى كتبدل فيه. في ديك الفترة خاه ديال عادل قرر يتزوج. مراد كان صراحة مختلف على رجلي عادل، كان إنسان هادي وحدودي وما كيتخلطش بزاف. تزوج بواحد البنت اللي سميتها نادية. من بعد الزواج بسبب الظروف المادية ديالهم قرروا أنهم يجوا يسكنوا معانا واحد المدة مؤقتة. أنا صراحة فرحت، قلت غادي تكون معايا وحدة في الدار اللي تونسني ونعاونوا بعضياتنا. فعلا نادية كانت بنت ظريفة، كنا متفاهمين، كنضحكوا ونتهودوا ونتعاونوا على شغل الدار ونطيبوا الماكله بجوج. وفي واحد الظرف اللي قصير وليت كنحسبها بحال اختي. دازت الايام وبديت كنلاحظ حاجه غريبه، كل ليله من بعد العشاء كنشرب كاس ديال العصير ولا اتاي وكنمشي نعس. والمشكل هو انني كنغرق في نعاس ثقيل بزاف، ما كنحس لا بهضره
لا بحركة، وحتى ولادي إلا فاقوا بالليل ما كنفيقش معاهم. وفي الصباح كنصبح راسي ثقيل وكيحرقني، وحتى جسمي عيان. بديت كنلاحظ انه التركيز ديالي بدا كينقص، ووليت كنسى بزاف. صراحة خفت على راسي وقررت انني نمشي عند الطبيبة. خرجت لي التحاليل، ومن بعد مدة رجعت عندها بالنتائج. الطبيبة ولات كتقلب في الوراق وكتشوف في وجهي، وسقساتني: واش كتشرب شي منوم يعاونك على النعاس؟ صراحة ضحكت في الأول وقلت لها: أنا؟ لا. رجعت شافت في التحاليل وقالت: غريب صراحة، حيت كاين المؤشرات اللي خلاتني طرحت عليك هذا السؤال. خرجت من عنده السؤال ديالها كيدور في راسي: دواء منوم؟ أنا ما كنشرب حتى حبة بلا وصفة ديال الطبيب، كيفاش هاد الشي؟ رجعت للدار وبديت كنفكر شنو هي الحاجة الوحيدة اللي كنستهلكها قبل النعاس. العصير واتاي. ولكن مباشرة قلت: لا، مستحيل، رجلي هو اللي كيعطيني العصير، علاش غادي يعمل لي شي حاجة في العصير؟ شنو غادي يربح؟ بقيت كنضحك على راسي حتى جا الليل، وبحال العادة راجلي جاب لي العصير وابتسم وقال: شربي يا الحبيبة وارتاحي. شبرت الكاس، ولكن هاد المرة قررت ما نشربوش. تسنيتو حتى دوار وجهه، خويت الكاس تحت الفراش بلا ما يعيق، سديت عيني ومثلت أنني غرقت في النعاس. دازت 10 دقايق، نص ساعة، ساعة، والو، السيد باقي ناعس في بلاصتو. قلت هنايا يمكن ظلمتو. وفجأة نض من بلاصتو وقرب عندي وشاف وجهي وتأكد أنني ناعسة. فتحت باب البيت وخرج. هنا فتحت عيني وخرجت للكولوار. هنايا المشهد الصادم: راجلي كان كيتسلل في الظلام كيتلفت، وقف حدا البيت ديال خاه، ما دق ما تردد، حل الباب ودخل مباشرة وسد الباب من الداخل. بقيت واقفة مصدومة، ما قادرة نبكي ولا نغوت، بقيت غير مصدومة وكنقول في خاطري: شنو اللي خلاه يدخل البيت ديال خاه في الليل، ملي العلم انه خاه كيخدم بالليل وما كيكونش كاين في الدار. هنايا بديت كنفهم، ولكن قلبي وعقلي كانوا رافضين يتيقوا. قلت: لا سلمى، ما تسبقش الاحداث. رجعت بالزربة للفراش. من بعد مدة رجع عادل، دخل بشوية وتمدد حدايا، وانا بقيت ليلة كاملة كنشوف في الظلام وسؤال واحد كياكل راسي: إلا مراد ماشي في الدار وماشي في البيت ديالو، شنو كان كيعمل عادل في بيت خوه؟ والجواب كنت خايفة حتى نفكر فيه. في الصباح تصرفت عادي، ولكن ملي شفت نادية حسيت بشي حاجة تبدلات. كانت كتهضر معايا كيف كل نهار، كتضحك، كتسقسيني: نعستي مزيان؟ ديك الجملة بقات كتدور في راسي. نعستي مزيان؟ علاش بالضبط سقساتني على نعاسي؟ صدفة ولا كانت عارفة أنني خاصني نكون ناعسة؟ هنا ما بقيتش بغيت التخمينات، بغيت الحقيقة. ولكن قلت: إلا واجهتهم دابا غادي ينكروا. لهذا سكت وبديت كنراقب، وكل ما راقبت كل ما الصورة كانت كتولي أخطر. النظرات اللي كنت كنحسبها عادية بيناتهم ما بقيتش كنرتاح ليلة، ولات كتزعجني. ولكن مازال ما عندي حتى دليل. حتى النهار جاتني الفكرة: كاميرا صغيرة شريتها وخبيتها بواحد الطريقة ما يلاحظها حتى شي واحد، وقلت: يا ربي نكون غلطة. استنيت حتى نادية خرجت من البيت ديالها ودخلت ونزلت الكاميرا في واحد المكان اللي ما غاديش ترد له البال مرة. وكنت ديما كنقول: يا ربي، يا ربي ديكشي اللي يكون في بالي ما يكونش صحيح. صدقوني كنت كنتمنى نشوف التسجيلات ونضحك على راسي. كنت كنبغي نلقى لهم غير شي مبرر، مع انه باين شنو غادي يعمل الراجل مع المراه في البيت. دازت ايام. واحد النهار دخلت للبيت ديال نادية بلا ما تشوفني، هزيت الكاميرا، فتحت التسجيل ويدي كيترعدو وقلبي كيدق. واللي شفته في التسجيل كنتمنى ما عمري كنت نشوفه. عادل خرج من البيت ديالنا من بعد ما تأكد أنني ناعسة ومشى. ومن بعد شفت نادية مرات خوه، المرأة اللي كنت كناكل معاها وكنجلس معاها وكتسولني واش نعست مزيان. ولكن هذه ما كانتش أقصى حاجة، لأن التسجيلات بينات لي أن الموضوع ما كانش جديد. هاد الناس كانوا كيعملوا هاد الشي من مدة،
وهنا فهمت علاش كان خاصني ننعس بعمق كل ليلة. العصير ما كانش حبا فيا، كان فقط باش ما نفيقش. وفي ديك اللحظة بغيت نمشي نواجههم، ولكن وقفت حيت لأول مرة كنسقسي راسي، إلا خربت كل شي هاد الليلة شنو غادي يوقع لولادي غدا؟ وهنا فعوض ما نواجه بديت كنخطط. جمعت الفيديوهات واحتفظت بواحد النسخة في مكان آمن. واجهت راجلي وحطيت حداه الأدلة. في الأول ضحك وحاول ينكر، ولكن ملي شاف الفيديوهات وجهه ولا صفر وسكت. كان خايف صراحة غير يتفضح قدام خاه والعائلة وتوقع شي مصيبة بين الخوت. استغلت خوفه هذا لصالح ولادي، واشترطت عليه أنه ينقل لي جزء مهم من الفلوس والممتلكات باسمي وباسم ولادي قانونيا، ويقطع العلاقة مع مرات خاه ويحاول يطلقها منه باش تخرج من الدار وما تبقاش هاد الخيانة مستمرة. صراحة وافق بسرعة حيث كان همه أنه السر يبقى مدفون. كملت الإجراءات القانونية وتوثقات الحقوق كاملة، ومن بعد أنا اللي طلبت الطلاق وخرجت مرفوعة الراس، وما قلتش لخوه الحقيقة تجنبا للكارثة أو جريمة دم ممكن توقع بين الخوت. استثمرت فلوسي بحكمة وصرفت على تعليم ولادي، وبعد سنوات تعرفت على راجل محترم عرف قصتي، احترمني وتزوجت به وعشت معاه الاستقرار. أما رجل الأول فالفلوس اللي غيراته هي اللي في الأخير طيحاته. تعلمت أن الثقة مزيونة، ولكن خاصة تكون ديما مصحوبة بالحكمة وحماية الحقوق. إذا وصلت حتى هنايا اعمل لي جيم وما تنساش تتابع القناة ديالي، وانتظروني في قصة جديدة إن شاء الله.